سلام عليكم. قالوا عليها إنها أجرأ ممثلة في تاريخ السينما المصرية. صلى على النبي وكل من النبي يصلي عليه. ويلا نحكي الحكاية، بس حكاية سريعة شوية. منى إبراهيم كانت واحدة من أجرأ نجمات الإغراء في السينما المصرية في السبعينات. اتولدت في طنطا سنة 1945، وأصولها أصلا تركية واسمها إقبال إبراهيم. بدأت حياتها كراقصة شرقية، واللي اختار لها اسمها الفني هو النجمة تحية كاريوكا. أخدت شهرتها لما مثلت مسرحية البغل في إبريق، ومن بعدها دخلت عالم السينما وقدمت أكتر من 20 فيلم، منها العتبة جزاز والغاضبون وحنفي الأبهة. لكن أكتر أدوارها اللي عملت ضجة كان فيلمها الأستاذ أيوب، واللي كان مع فريد شوقي، واللي الرقابة منعته بسبب مشاهدها الجريئة اللي كانت فيه. وده اللي خلى الجمهور يلقبها بأجرأ ممثلة في تاريخ السينما المصرية. أما حياتها الشخصية فحدث ولا حرج، كانت مثيرة برضو زي أفلامها كده. اتجوزت حوالي 20 مرة من رجال أعمال لبنانيين ومصريين، وأغلب زيجاتها كانت في السر. في آخر أيامها ابتعدت عن الأضواء نهائيا، واتقال إنها دخلت مستشفى الأمراض العقلية بسبب أزمة نفسية طاحنة مرت بيها. ولحد النهاردة مش معروف إن كانت لسه عايشة ولا توفت. دي حكاية نجمة من نجمات الزمن الجميل، عاشت حياة كلها صخب وشهرة، لكن للأسف سيرتها اتنست مع الأيام. دي كانت أختكم همسة، ودي قناتي. من فضلكم ادعموني باللايك والاشتراك في القناة. شكرا جزيلا.